السلام عليكم، مرحبا بكم في بلا بلا فيلم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نرجع بكم لديك العالم ديال الوحوش والمخلوقات الغريبه والمرعبه اللي تبناتهم هوليوود من مختلف الثقافات العالميه وخلعات ومازال كتخلع بهم المشاهد الى يومنا هذا. في الجزء الاول تكلمت لكم على لي فامبير مصاصو الدماء، الاصل ديال الفكره والتطور ديالها عبر التاريخ، وكيفاش بعض المجتمعات الاوروبيه تيقوا الوجود ديالهم وبداو تيحميو ريوسهم منهم بطرق غريبه وعجيبه. وبقينا في الوقيته اللي غطى فيها الفامبير اوروبا بسلامو، وصل حتى الامريكان ملي بداو البعثات الاوروبيه لاستوطان العالم الجديد. في هذه الحلقه غادي نتكلم لكم على المرور ديال مصاص الدماء الى الادب، وعلى الروايه اللي مودرنيزاتو وشهراتو في العالم كامل، وعلى مولاها والافلام اللي خرجوا منها. ابتداء من القرن الثامن عشر بدا تيبان واحد النوع ديال الادب الجديد في اوروبا اللي فيه واحد المزيج ما بين الرعب والغموض وما وراء الطبيعه، والاحداث ديال الروايات ولا القصص ديالو تيكونوا واقعين غالب الاحيان في بلايص مهجورين فيهم المبني قديم، قصوره ولا كنائس ولا حاجه اخرى، يقدروا يكونوا مسكونين ولا فيهم شي عجب غريب الاطوار. وهذا الادب تيسميوه لا ليتيراتور غوتيك، اللي بدا تيهتم بلي فامبير والطقوس ديالهم والغموض اللي داير بهم، وخرجوا روايات ومؤلفات فيهم مصاص الدماء في حله جديده، بحال روايه فامبير للكاتب الانجليزي جون بوليدوري اللي خرجت في 1819، ولا روايه كارميليا للكاتب الايرلندي جوزيف تشيريدان اللي خرجت في 1872. ولكن اللي تيهمنا اكثر هي الروايه اللي خرجت من موراها في 1897 واللي شهرت لي فامبير في العالم كامل. والروايه تحت عنوان دراكولا للكاتب بريم ستوكر. غادي نعطيكم واحد النبذه مختصره عليه باش نعرفوا كيفاش تكونت هذه الفكره في دماغه. بريم تزاد في ايرلندا في 1847، وملي كان صغير كان مريض ودوز واحد المده طويله وهو طارح الفراش تيسمع اللمحاجيات ديال الخلعه اللي مليئه بالاحزان والمآسي وبالموت. امه كانت كتعاود ليه قصص واقعيه على الوباء اللي فات ديال الكوليرا واللي كحش في طريقه الالاف ديال الضحايا. وبريم بدا عقلو والخيال ديالو تيتاثروا بهذا الشيء، وملي كبر واخا قرا وتخصص في العلوم والرياضيات كان تيهتم بزاف بفن الخطابه والتاريخ والادب. ومن بعد واخا كان خدام مفتش في الشؤون المدنيه ديال بلادو ايرلندا، كان ديما تيخصص شويه من وقته للكتابه. بدا في الاول بالروايات القصيره وزاد الاهتمام ديالو بالدراما والمسرح، وكتب العديد ديال الروايات اللي ماشي خياليه مبازيه على الواقع. ابتداء من 1890 بدا بريم ستوكر تيخدم على الروايه اللي غادي تشهروا عالميا، دراكولا، اللي وظف فيها العديد ديال المسائل في بناء الشخصيات والحبكه ديال القصه، واستعان بالمؤلفات الادبيه اللي كانوا ديك الساعه على لي فامبير والعالم ديالهم، بحال روايه دو فامبير للكاتب جون بوليدوري اللي خرجت في 1819 اللي تكلمت عليها من قبل، واللي بان فيها الفامبير بشكل انيق وجذاب، عباره على شخص ارستقراطي جميل وعنده شخصيه قويه ومسيطره ما كتخليش الضحايا ديالو يقاوموه. وتانسبيرا حتى من روايه ذا فيست اوف بلاد وليمه الدماء اللي خرجت في السلسله ديال لي زيستوار غوتيك، واللي زادت الفامبير داك القضيه ديال النياب الطوال واللي مارك اللي تيخليه في عنق الضحيه. وحتى من روايه كارميليا اللي زادت الفامبير واحد البوفوار ولا شيب شيفتر، تيقدر يبدل لا فورم ديالو يتحول لحيوان مثلا. وزادت ليه حتى ديك اللعيبه ديال فامباير هانتر، الصياد ديال لي فامبير، ولا شي سبيسياليست، شي اخصائي اللي عارف كيفاش يقضي عليهم ويحمي الناس منهم. وفي روايات اخرين بينوا لو فامبير بحال شي بريداتور تيستعان بالقدرات ديالو باش يطيح البنات فيه ويعضهم من بعد باش يشرب الدم ديالهم ولا يرجعهم حتى هما دي فامبير. الكاتب بريم ستوكر جمع هذا الشيء كامل وخلطوا مع المعلومات اللي جمع من خلال دراسة التاريخ والفولكلور ديال دول اوروبا الشرقيه ودول ترانسلفانيا، السويد وهولندا حاليا. وما نساوش الفولكلور والخرافات ديال بلادو ايرلندا وداكشي اللي كانت كتعاود ليه امو ملي كان صغير وطارح الفراش. زيد على هادشي لونطوراج ديالو ملي كبر وتزوج في لندن، انطلق من حياته الشخصيه باش يزيد واحد البعد رومانسي للروايه ديالو، وتانسبيرا حتى من البوس ديالو ملي كان خدام في واحد المسرح في بناء الشخصيه ديال دراكولا، حيت البوس ديالو كانوا عنده الملامح قاسيه وحواجبو مقرونين وعنده الشوفه ماضيه. ولكن الشخصيه الرئيسيه اللي تانسبيرا منها في الواقع هي الامير فلاد دراكولا، حاكم منطقه فالاكيا اللي كانت محسوبه على رومانيا وهنغاريا.
هاد الامير تيعاودوا عليه بلا كان مصيبه كحله، بالخصوص مع الاعداء ديالو. كان محارب ومقاتل شرس وشجاع، وكان معروف بالابداع في طرق التعذيب والاعدام باش يدخل الاعداء ديالو في سوق راسهم. كان تيقطع الودنين والنيوفا ويسلق بنادم ويسلخ ليه الجلده ديالو. وكان معروف بلقب فلاد ديامبيلر، فلاد المخزوق، نسبة للخازوق، واللي هي من أشنع أدوات التعذيب والإعدام اللي طاحت على الفكر البشري. عبارة على عصا طويلة ومقمقمة باش تخترق جسم الإنسان، تيثبتوها في الأرض وتيبقى بنادم معلق حتى تيموت. وهاد القضية على ما قالوا استعان بها فلاد باش يدهشر الجيش العثماني اللي كانوا باغيين يهجموا عليه. ساعة في طريقهم ما لقاو ما ياكلوا ولا ما يشربوا، لحقاش فلاد حرق كل شيء ودار السم في البيار. ومن بعد بان لهم واحد المنظر اللي هرس لهم العزيمة ديالهم. لقاو غابة ديال بنادم مسلوخ ومعلق في العصي، على ما قالوا 20,000 جندي من الجيش العثماني اللي شدهم فلاد واللي معاه وداروا بهم هاد الحالة. وهاد الرؤية الجهنمية دخلتهم في سوق راسهم ورجعوا في حالهم. ومن غير هادشي فلاد ارتكب العالم ديال الفضائح اللي لصق لهم الخبار الشيطان ياخد تقاعد. المهم الكاتب بريم ستوكر جمع هادشي كامل وميكسا كلشي في مولينكس، وصل علينا لا فيرسيون ديالو ديال لو فامبير مصاص الدماء اللي فيها كاع داكشي اللي كنعرفوا عليهم حاليا. بحال لي فامبير ما عندهمش مع التومه ولا الصليب، وما تيبانوش في المرايه، وما تيخرجوش بالنهار حيت ما تيقدروش على الشمس، وبالليل تينوضوا من القبر ديالهم اللي خصو يكون عامر بالتراب ديال الارض اللي جايين منها باش يمشيو يصيدوا بنادم. ولو فامبير تيقدر يولي شيب شيفتر، تيتحول لحيوان، ديب ولا خفاش ولا حاجه اخرى. يقدر يرجع سحابه ولا ضبابه باش يدخل من تحت شي باب ولا باش يتصرف لشي بلاصه، وتيتحكم في احوال الطقس باش يظلم الدنيا ويحجب الشمس اللي تيخاف منها ويسبب في العواصف والمشاكل. وعنده قوه خارقه وسريع الحركه، تيغبر وتيبان. وإلا بغيتي تقضي عليه من الأحسن تفاجئو بنهار ملي يكون ناعس في القبر ديالو والقوة ديالو الخارقة تكون خامرة حيت تيكون صحيح بالليل. إما تجرو للشمس باش يتحرق، ولا تخترق ليه القلب ديالو بشي أداة حادة ومقمقمة وتقطع عليه راسو وزيد وزيد. المهم كاع دوك لي كليشي اللي كاينين على لي فامبير حاليا جايين من رواية دراكولا للكاتب بريم ستوكر، اللي حتى هو خدا بزاف ديال الأفكار من بزاف ديال الروايات اللي خرجوا من قبل ومن حوايج اخرين. والروايه رائعه، قريتها شحال هادي وما كرهتكمش تقراوها بالنسبه اللي تيهمو الامر. من غير المحتوى ديالها العجيب، الكاتب بريم ستوكر كتبها بواحد الطريقه زوينه اللي ما كانش معهوده ديك الساعه. دارها على شكل مجموعه ديال الرسائل والتليجرامات اللي تيصيفطوا الشخصيات الرئيسيه لبعضياتهم، واللي تيعاودوا تسلسل الاحداث القصه من اوجه النظر مختلفه. وزاد عليهم ديزارتيكل من الجورنالات وحتى مقتطفات من لي جورنو انتيم ديال بعض الشخصيات الرئيسيه. ورواية دراكولا صدقات وحققت نجاح عالمي وساهمت في ترسيخ الفكرة ديال لو فامبير والخصوصيات ديالو في دماغ العالم ديال البشر والخيال ديالو. وفي سنة 1922 خرج الفيلم الصامت الألماني نوسفيراتو اللي أدبطاو فيه رواية دراكولا بلا ما يتشاوروا مع حتى شي واحد. وقيلا بان لهم ما غادي يسوق ليها حد الا بدلوا السميات ديال الشخصيات الرئيسية ومكان وقوع الأحداث. وزيدوا الملامات في 1912. ساعة الأرملة ديالو عاقت بهم ووقفت لهم بحال الشوكة في الحلق، ودعاتهم وتعطى الحكم في 1925 بإلغاء وتدمير النسخ الأصلية اللي كاينة ولي كوبي اللي خرجوا منها. ساعة زاقوا شي وحدين وبداو تيسيركيليو وتفرجوا فيهم الناس وتعرفوا على نوسفيراتو، النسخة الألمانية ديال دراكولا اللي ولاو تيعتبروها من بعد تحفة فنية ديال السينما التعبيرية واللي كاينة في يوتيوب بالنسبة اللي تيهموا الأمر. ومؤخرا المخرج روبرت ايجر دار الفيلم نوسفيراتو واحد الريميك مازال ما شفتوش. وفي سنة 1931 خرجت لا فيرسيون امريكان ديال دراكولا من اخراج تود بروين اللي خدا الحقوق ديال الروايه ودار ليها واحد تحويل حر اللي بغا ادابتاسيون من بطولة بيلا لوغوسي اللي كان تيلعب الدور ديال دراكولا في المسرح. والفيلم صدق وزاد شهر دراكولا عالميا. ولكن الناس ديال رومانيا وبلغاريا وما جاوراهما اللي بالنسبه لهم الامير فلاد دراكولا شخصيه تاريخيه مرموقه ومحترمه واخا كان ما تيرحمش، ما عجبهمش الحال على ان الكاتب ردو فامبير ورد الاصل ديالو من ترانسيلفانيا ومنعوا الفيلم واحد المده في بلادهم، واخا هكاك ترسخات ديجا الفكره ديال لو فامبير وكيفاش داير في دماغ البشر. وزيدوا الكاتب بريم ستوكر اللي تانسبيرا من العالم د الحوايج في تاليف الروايه الاصليه، ما كانش خدام على شي كتاب تاريخي، واخا تانسبيرا من شخصيات واحداث واقعيه
الرواية ديالو دراكولا خيالية. ومع مرور الزمن تعاودت القصة ديال دراكولا وتعجنات بطرق مختلفة باش تواكب الزمان ويتعرفوا عليها الجماهير الجديدة. ودراكولا ولا عنده سمارت فون، ولا تيقلب على الويفي، ولا كاع تيقدر يدير ليكرون توتال ويخرج يتسارى بنهار بلا ما يخاف تحرقو الشمس. وكثروا قصص الحب مع لي فامبير، ودراكولا ولاو عنده ولادو مع بنادم اسمهم دامبير في بلاصه فامبير، بحال بليد اللي باه فامبير ومو بنادم، هو عنده الكحله في الكونغ فو، وزيد وزيد. دابا غنهضر لكم على واحد العمل سينمائي اللي احترم الروايه الاصليه ديال دراكولا قدر المستطاع، واللي هو فيلم دراكولا اللي من اخراج فرانسيس فورد كوبولا في 1992. والقصه دايره على لو كونت دراكولا اللي غادي يخلي الموطن ديالو الاصلي ترانسلفانيا ويمشي للندن ينوض الرعب في البشر. جوناثان اللي تيلعب الدور ديالو كيانو ريفز هو اللي مكلف بالاوراق اللي خاصهم يتسناو باش دراكولا يشري شي اراضي في لندن، وغيتوادع مع خطيبته مينا اللي كتلعب الدور ديالها واينونا رايدر باش يمشي لترانسلفانيا عند دراكولا القصر ديالو اللي جا في الخلا في راس واحد الجبل. وهاد المهمه اللي كلفوا بها جوناثان ديجا كانوا عطاوها الرؤساء ديالو لرينفيلد اللي تيلعب الدور ديالو المغني توم ويتس، ولكن رجع مخابر تياكل الحشرات وتيسمع الاصوات كتهضر معاه وسدوا عليه في سبيطار العقليه. جوناثان غادي يندم على النهار اللي قبل فيه هاد المهمه، حيت غادي يولي السجين ديال دراكولا اللي غادي يخليه مع شي مخلوقات ديالو تيشربوا ليه دمو بلا ما يقتلوه ولا يرجعوه فامبير. ودراكولا غادي يمشي للندن يدوق كوزينتهم كيفاش دايره، وفي نفس الوقت يقلب على مينا خطيبه جوناثان اللي شافت تصويرتها عنده واللي هي صوره طبق الاصل ديال حبيبته اللي انتحرات. لو كونت دراكولا في هذا الفيلم داير كيف في الروايه، هو الامير فلاد دراكولا اللي تكلمت عليه من قبل. المخرج حافظ على الجانب ديالو المظلم وقلص الرحمه والشفقه اللي فيه والمسيره الدمويه اللي تكلمت عليها من قبل، وزاد ليه واحد البعد الديني. داروا زعما سخط على كل شيء من مورا ما انتحرات الحبيبه ديالو اليزابيتا وما بغاتش الكنيسه تدفنها حيت عندهم اللي انتحر تيمشي لجهنم. وفلاد ديامبيلر اللي كان تيحارب باسم الكنيسه غادي يسعر ويكفر ويتمسخ من بعد ويولي فامبير كائن بلا روح عاش لمئات السنين وباقي حي بالدم بنادم اللي تيشرب. والمخرج زاد ليه حتى واحد البعد رومانسي حيت دراكولا مازال مسكون بحبيبته اللي انتحرات اليزابيتا اللي واخا انتحرات مازال عنده الامل انه يعاود يتلاقاها. وملي غيكون تيتسارى من بعد في شوارع لندن غادي تبان ليه مينا الخطيبه ديال جوناثان واللي هي صوره طبق الاصل ديال اليزابيتا، وغيستعن بالبوفوار دو سيدكسيون ديالو باش يطيحها فيه. وجوناثان اللي باقي مشدود غادي يعلق من القصر ويرجع للندن. في نفس الوقت لوسي صاحبة مينا اللي ديجا عندها دراكولا غتبدا تتحول، وخطيبها وصحابو غادي يستدعيو دكتور فان هيلسينغ اللي تيلعب الدور ديالو انتوني هوبكنز اللي مختص في لي فامبير باش يشرح لهم اش واقع ويلقى لهم شي حل. وغيتزاد عليهم جوناثان اللي خايف على خطيبته اللي ولات كتبغي دراكولا وحتى هو تيبغيها، وغيتحدوا كاملين باش يواجهوا لو كونت دراكولا لو برانس دي تينيبر ذو القدرات والقوى الخارقه. بطبيعه الحال القصه غادي تعنكش وتمشي بينا بعيد. هذا الفيلم صدق وحاز على عده جوائز من بينها الاوسكار ديال افضل لباس وافضل مكياج في 1993. والفيلم رائع ديك الساعه في التسعينات كانوا بزاف الافلام على لي فامبير غير هما فيهم لي فامبير مودرن. والمخرج فرانسيس فورد كوبولا حاول يحترم الروايه الاصليه قدر المستطاع كيف قلت من قبل، واستطاع انه يخلق ديك الاتموسفير غوتيك الغامض والمخيف اللي دايرين فيه الاحداث. ودراكولا ساكن في قصر في راس الجبل في الخلا والقفار، ولا ديكور ولي كوستيم زوينين بجد. ديك الساعه ما كانوش المؤثرات السمعيه البصريه متطورين بزاف، يعني تقريبا كاع داكشي اللي كنشوفو في الفيلم راه خدموا عليه وصايبوه ماشي زادوه من بعد بلي زورديناتور ولي لوجيسيال. ولكن اللي ماركاني بزاف في هذا الفيلم هو الاداء الرائع ديال المغني توم ويتس في الدور ديال رينفيلد. واخا ما كانش تيبان بزاف تيبينوه مره في الزنزانه ديالو تيهضر وتيتخابر بوحدو ولا تجي ياكل الحشرات، وقتاش ما كان تيبان كان تيخطف ليه الاضواء. المهم هذا ما كان، نتمنى هذه الرحله في عالم دراكولا ولي فامبير تكون عجباتكم، وما تنساوش عفاكم ما ديروا دوك التويشيات باش تشجعوا القناه الا تيعجبكم اش تندير. وشكرا بزاف على المشاهده وتهلاو في ريوسكم وحتى نتقاشعوا من بعد.